السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد هنشوف فيه مع بعض الحاجة سرهوضة الجزائرية، أكبر معمرة جزائرية تعمل مناسك الحج لبيت الله الحرام. أكبر معمرة جزائرية عن عمر يناهز 130 سنة. حاجة جميلة جدا جدا هنشوفها مع بعض في الفيديو. يلا بينا نشوف الفيديو مع بعض. الحاجة سرهوضة الستيتي معمرة جزائرية من ولاية تبسة، تحقق أمنيتها أخيرا بزيارة البقاع المقدسة وهي في عمر 130 سنة. هنا بمطار هواري بومدين ورفقة الخطوط السعودية غادرت الحاجة سرهوضة أرض الوطن تجاه البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج، حدث لاقى اهتماما كبيرا. بهذه الابتسامة تغادر الحاجة سرهوضة نحو البقاع المقدسة. يحمي ولاد الحاجة سرهوضة، قلنا ان هي كانت عندها 130 سنة وهي بتزور البقاع المقدسة. هنشوف مع بعض وهي مع عيالها ومع بنتها، وهنشوفها مع بعض وهي بتدعي. كل ده هنشوفه مع بعض. دي ويحمي بلادي والحمد لله، يحمي وليداتي، الله يحمي ولادي وبناتي ولادي وبلادي ان شاء الله، ويقدر بلادي على الأعداء. الله يحمي بلادي على الأعداء ويحمي الجزائر ويحمي الرئيس ويحمي معضاه ويحمي ولادي. وجه باسم ودعاء بالخير. بتحكي طبعا مع المذيعة وبتدعي للجزائر وبتدعي لبلدها وبتدعي لعيالها وبتدعي لكل بلاد المسلمين. حاجة جميلة جدا جدا. بنشوفها مع بعض بتلقائية وهي بتتكلم، وما شاء الله عليها، ربنا يا رب يديها الصحة. بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة جدا جدا. بتدعي لبلادها الجزائر وبتدعي لولادها كلهم. حاجة جميلة جدا جدا. صلاح للبلاد والعباد ورفع الغبن عن الشعب الفلسطيني. ابنتها ترافقها في هذه الرحلة المباركة. الحاجة سرهوضة عندها قلت لك قرن و30 سنة. يعني هذه أول حجة ولا عندها ديجا حجة؟ لا، هذه أول حجة وقلت لك ودرت عمرتين. شوفنا الحاجة سرهوضة وهي بتتكلم وبتدعي لفلسطين بالنصر. شوفنا برضو بنتها وهي بتقول ان هي عندها 130 سنة، اتمنت كتير جدا جدا ودعت ربها ان هي تكون من نصيبها الحج السنة دي. وبسم الله ما شاء الله، ربنا تقبل دعائها. بنتها بتحكي ان هي رافقتها مرتين للعمرة، ودي المرة الثالثة ان هي تزور البقاع، بس المرة دي حجة، فربنا يتقبل منها ان شاء الله. أنا مرافقة معاها، رافقتها في العمرة الأولى والثانية وهذه الحاجة الثالثة. عندها الكوراج وكانت تستنى تعرفي شيء، تقول دائما تدعي، تقول يا ربي خليني إن شاء الله حتى نزيد نزورها ونزورها ونزورها. عدد أخواتكم منها؟ هي كانت 18 العدد، توفى والكل بقى 3 بنات و3 أولاد. وهي عندها أحفاد؟ وعندها تقريبا تفوت واحد 18. وخاها توفى عنده في 2000 تقريبا 2002. العمر تاعو حتى هو تقريبا 130 سنه. كنت نتمنى بكري الحجة حتى جابني ربي لها، الحمد لله، استحمد الله ونشكره. ابنها بيقول ان هي عندها 18 ولد، وكان لها اخ مات وهو عنده 130 سنه، وعندها احفاد كتيره ما شاء الله. طبعا شفنا مع بعض ابنها هو بيتكلم كتير جدا جدا عنها، وان هي اتمنت ان هي تعمل حجة السنة دي، ودعت كتير قوي ان ربنا يكتبها لها، والحمد لله رب العالمين ان ربنا كتبها لها ما شاء الله عليها. قدرني الحمد لله، ربي يحمي ولادي، يحمي الاعضاء تاعي ويحمي كل شيء، الله يحمي بلادي ويحمي ولادي ويحمي فلسطين. ولدي ربي يحميك وربي يخليك وربي يعطيك صحة الدين ويغلبك على من يعاديك ان شاء الله. بارك الله ورسول الله. مسامحتني يما؟ مسامحة لولدي، مسامحة سماح لولدي، ما عندكم باش وجعتوني، ما وجعتونيش، حيتكم وربي يحميكم وربي يحمي عضانا ويحمي وليداتنا ويحمي وليدات الكل. ربي يسمح لولادي الكل كامل
ولادي كامل السماح ليهم ويحموهم وربي يخليهم. وراكي محضره روحك باش ديري مناسك الحج؟ الحمد لله. بكري بكري نبكي ما وصلتوش، والحمد لله وصلني درك، قدرني ربي الحمد لله. ان شاء الله. روحت قدام العمره، انا داري الحجه، انا تما في العمره. روحت باش نزيد زعما نعاود الحجه. شوي جت الكورونا، قعدت ما جيت. سهل لك هذه الخضره ان شاء الله. والله هي قضيه عام الاول، كانت امنيتها كل عام انها تتمنى تروح للبيت المقدس. العام اللي فات حشيت انا وياها، درنا عمره مع بعضنا، وكان يعني حاجه ان شاء الله. شفنا الحاجة سرهودة وهي كانت بتدعي كل سنة ان ربنا يكتب لها الحج، والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منها، وبتدعي كتير جدا جدا لدولة الجزائر بلدها، واللي هي فخورة بيها. بتدعي لعيالها كلها وان هي مسامحاهم. بسم الله ما شاء الله على كمية التسامح بتاعتها. ست رائعة جدا جدا، ربنا يديها الصحة. ودعت طبعا لفلسطين بالنصر، ربي يعجلها متقبل علينا رب العالمين. وتمنى تجاو الصحافة كي نكون في تما في الفندق، وقالوا لها طلباتك يا الحاجة واش تحبي تطلبي؟ قالت لهم اني حجة فقط. وكانت امنيتها تحققت وجاب لها ربي ان شاء الله هي وبنتها. قادرات شفاء تهضر على كل حاجه، تهضر ربي العالمين شعل لها حاجه اللي في دماغها قدر لها. وان شاء الله نتمنوا كل يعني فرد في العالم كامل انه يكون عنده ولد يحتفظ بالوالده تاعو وهي رد. اليوم رانا هنا باش نرافقوا اكبر حاجه من الجزائر اللي تبلغ من العمر 130 سنه. نتمنوا لها ان شاء الله رحله موفقه ان شاء الله، وندعوا لها في تاديه مناسك الحج. ورانا هنا من اجل خدمتها في احسن الظروف، يعني نرافقوها من تسجيل الى الركوب الى الطائره حتى توصل المطار في المملكه العربيه. ونتمنوا كل الجزائريين حج مبروك ودم مغفور وسعي مشكور ان شاء الله. الحاجه تاع اليوم كانت جات معنا من قبل العمره، وكانت الامنيه تاعها تروح الحج ان شاء الله، وربي يكتب لها سبحانه باش تروح، وان شاء الله ندعو لها ربي يقدرها ان شاء الله. فحجا مبرورا وذنبا مغفورا لكافة ضيوف الرحمن، عائدين سالمين غانمين. ربنا يتقبل ان شاء الله من الحاجة سرهودة بإذن الله، ويجعلها ان شاء الله حجة جميلة ان شاء الله. شفنا مع بعض الحاجة المعمرة الجزائرية، اللي عمرها حوالي 130 سنة. سيدة جميلة جدا جدا ما شاء الله عليها، ربنا يديها الصحة ويبارك فيها. شفناها مع بعض وهي بتدعي لفلسطين، بتدعي لهم بالنصر، بتدعي لهم ان ربنا يكرمهم ويصلح من احوالهم، ودعت لأولادها كلهم وهي مسامحاهم. ست معطاءة، ست جميلة جدا جدا ما شاء الله عليها. ربنا يبارك فيها ان شاء الله ويجعلها حجة جميلة عليها بإذن الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم. استنونا ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير بإذن الله. أسيبكم في رعاية الله ومع السلامة.